السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. وأخيرا بعد 16 يوم فتحنا على الفسيخ. أنا كنت عملته معاكم بس طبعا ما كنتش فتحت عليه قدامكم ولا حاجة، فأنا قلت مش هينفع عشان نثبت بقى المصداقية بقى وإن احنا قد كلامنا وإن احنا فعلا بنعمل حاجة مظبوطة. فتحته معاكم ان شاء الله هيعجبكم. بصوا شايفين انا حاطه عليه قد ايه، اكياس قد ايه شايفين؟ كنت مكفناه يعني. الاحمر اللي باين ده يا جماعه شطه، ما انا كنت حاطه شطه مع الملح عشان ما تفكروش ان هو دم او حاجه يعني. شايفين كميه الاسترتش اللي انا حطاها قد ايه؟ الله يكون في عون السمكتين دول. في الشتاء فتحنا عليهم بعد 16 يوم كده يا جماعه، 16 يوم. طبعا ممكن تخليه يتأخر شوية مفيش مشكلة يعني، ممكن على 20 يوم كمان ناكله. بس هو ما شاء الله يعني كده خلاص بقى مش محتاج. احنا في الشتاء طبعا مش في الصيف. شايفين؟ ما شاء الله مرهم مرهم، مش ناشف بقى ولا حاجة، بما اننا طبعا ما حطيناش على جسمه اصلا ملح، فعشان كده هو طري قوي وزبدة معانا ما شاء الله يعني. انا قلت بقى هنضفه الاول كده، هقشره قبل ما افتحه بحيث ان احنا نقعد ناكل بقى على نظافة. يا رب اكون بفيدكم يا رب بحاجة. شايفين اللي فوق ده يا جماعه مش دم، ده طبعا شطه حمراء. انا كنت حاطه شطه حمراء، وطبيعي لما نفتح على الفسيخه كمان انتوا هتعرفوا. انا برضو هنضف التانية برضو كده نفس النظام. وعلى فكره ما كانش ليه ريحه وحشه ولا اي حاجه ما شاء الله. يعني مش زي اللي احنا بنشتريه من بره كده ريحه بقى صعبه، لا ما كانش ليه ريحه صعبه ولا اي حاجه. اكيد في ريحه الفسيخ يعني بس مش ريحه وحشه يعني ما تطيقهاش ولا اي حاجه. بفتحه بقى من ظهره كده. شايفين ما شاء الله لونه وردي ازاي، لونه قمر ازاي. كل حاجه قدامكم، مفيش حاجة انا مثلا مقطعاها او منتجاها او اي حاجة في المقطع ده بالذات. شايفين؟ بجد جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا الطريقة انا نزلتها معاكم كاملة. انا جبت بقى طبق نضيف كده بحيث ان يبقى الشكل العام كويس. وجبنا بقى البيبسي بتاعنا بقى والعيش البلدي صابح. وادي بقى يا جماعة ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي سنتين انا ما اكلتش فسيخ، بقالي سنتين. كان نفسي فيه جدا وقلت لازم هاكله قبل رمضان، والحمد لله عملته بايديا بجد. انا استاهل والله، انا شطوره جدا. مش نرجسيه ولا حاجه يعني. انا بصراحه اول مره اعمل الفسيخ انا بايديا بصراحه. بس عجبني جدا جدا يعني. وباذن الله جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان هو الزبده مش حادق بقى اللي هو حادق قوي ولا. احنا طبعا ما حطيناش اصلا على جسمه ملح، احنا كنا حاطين في دماغه بس. واخدين بالكم؟ ما شاء الله بجد جميل جدا، مش حادق قوي ولا دلع كده ولا عادب ولا اي حاجه ما شاء الله. تاكلي بقى وبصل اخضر بقى. ودي بقى جربوه بالطريقه دي باذن الله تعجبكم، والف هنا على قلوبكم يا رب. حاولوا بقى اللي هيعمل بقى يلحق يعمل بقى قبل رمضان. طبعا هاكل بقى واغسل مواعين دي، واول حاجه اعملها اولع عود بخور عشان لو في لا قدر الله يعني اي روايح او اي حاجه. لان انا ولادي ما بيحبوش الحاجات دي اصلا ولا جوزي. فانا ايه قبل بقى ما الولاد يجوا من الحضانه بحاول ان انا ايه اخلي الشقه برضو ريحتها جميل ولطيف كده بحيث ان هم ايه ما يتضايقوش.
وكده كده اصلا البخور حلو في الشقة يعني. انتوا ملاحظين ان انا اصلا مولعة في المطبخ، لان انا اوريدي اصلا كنت باكل في المطبخ.